السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير وانتم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الروتين من الصباح حتى العشيه، اللي غادي نشارك معكم وصفات اقتصاديه وصحيه في نفس الوقت. غادي ندير معكم شي وحدين صحيين ديال صحاب الريجيم وهادي اللي بغيو ياكلوا على اكل صحي، وشي وصفات غادي نديرهم معكم اقتصاديين. نتمنى تتبعوا معايا هاد لا فيديو حتى الاخير، ولا عجبكم المحتوى ديال هاد الفيديو ما تنساوش البنات ديروا لي جيم وتكتبوا لي واحد الكومونتير. والبنات اللي كيعجبوهم بحال هاد الفيديوهات نتاع الروتينات، ما عليكم غير تكتبوا لي في لي كومونتير باش نبقى نكثر لكم منهم، لحقاش جاوني شي تساؤلات تاع البنات قالت لك ما بقيتيش ديري معنا الروتينات. وهذه قلت لهم تنشوف الاغلبيه لا بغاو الروتينات بقى ندير معكم الروتينات. المهم بلا ما نطول عليكم غادي نبداو الفيديو ديالنا. اول حاجه هنايا البنات، هذا راه الصباح بديت بالعجينه. غادي نعجن كالعاده دقيق القمح الكامل، انا دائما كنعجنو ما كنديرش الفرينه اللي دائما البنات نفس الطريقه ديالي المعتاده. غادي نبدل غير الطريقه ديال التقراص، ولا انني غادي نديرو لكم بواحد الطريقه اخرى. هنايا كما شفتوا درت الملح ودرت واحد شويه ديال الزيت. هنايا ما عنديش الزيت البلديه، درتي الزيت الروميه. نتوما لا عندكم الروميه ديروا واحد تقريبا واحد 2 معالق ولا. وغادي نعجن بالماء دافي بعد ما درت الخميره كما شفتوا شويه ديال الملحه. المهم هنايا خليته تا خمر لي واحد شويه طلع كما راكم تلاحظوا هنايا. بعد ما طلعت لي غادي نديغازيها ونخوي منه داك الهواء، وغادي نبدي نقرصو. انا هنايا غادي نقرصو في النخاله. هاد النخاله البنات كنشريها بوحدها، ما كانتش عندكم تقدروا تغربلوا غير داك الدقيق القمح الكامل، داك اللي يهزه لكم الغربال من الفوق، داك الحرش هذاك هو قرصوا فيه. انا كنشري النخاله كنشري واحد الكيلو كيبقى لي شحال. ممكن ما شفتوا البنات كي قلت لكم الطريقه نتاع التقراص بدلتها هنا، درتو على شكل ميني باغيت. المهم غادي حتى تشوفوا من نطيبو غادي تشوفوا واش غادي ندير به. درتو كما راكم تشوفوا هكا على شكل ميني باغيت ولا بودان، وغادي نستفو في الصني. هنايا الصني انا كنفرش لو بابي كويسون غير باش ما يلصقش ولا شي حاجه كما راكم تلاحظوا معايا. هنايا بغيتو تقدروا دهنوه بواحد الزويته باش يجيكم محمر من التحت. انايا فضلت ندير له بابي كويسون. راني دايرته شويه مطلق كما راكم تلاحظوا. هنا بعد ما استفت داك الميني باغيت ديالي غادي نغطي عليه ونخليه يخمر. هنايا مع الكوزينه سخونه راه في الساعه خمر، واخا الحال بارد كما شفتوا. غادي انا نخليه. نتوما الا بغيتو طيبوه هكا على بغيتو تدسوه عفوا على طريقه هكا الميني باغيت تعمروه بلي ساندويتش وهذه تقدروا تشرطوه من الفوق بواحد الموس. انا ما غاديش نخليه هكا كما قلت لكم. انتظروا حتى التالي وغادي نقول لكم واش غادي ندير به. انا راه عاد سخون ما غادي نختش فيه ما حتى شي حاجه. غادي نغطيه ونخليه حتى العشيه يبرد على خاطره. وهنا كما راكم تشوفوا راه عندي القزبر والمعدنوس بواحد الكميه اللي كبيره البنات. غادي نوريكم الطريقه ديال التخزين ديالو، هي 2 طرق ماشي غير طريقه واحده. هنا كما راكم تلاحظوا انا كنعاون الهشوار، ما كنديرش القزبر والمعدنوس هكاك صاين باش ما تخسرليش وغادي تضيع. كنعاونها كنقطعو هكا، ما كنقطعوش رقيق، المهم غير كنعاون الهشوار ديالي كما راكم تشوفوا. غادي نحاول نقطعو هكا طريفات صغار. وراني مخلطه هنا بين القزبر والمعدنوس البنات. ما طحنوش القزبر بوحدو والمعدنوس بوحدو حقاش القزبر كيطلق الماء. وهنا البنات راني غسلته في الليل وخصو ضروري ما ينشف، راه ليله كامله ونص نهار كامل هو ينشف. الا طحنتوه هو منفخ عاد فيه الماء غادي يطلق لكم الماء وما يجيكمش زوين وما تبقاش فيه الريحه. لهذا البنات غسلوه مزيان كما شفتوا. راني مفرشه لواحد الفوطه وخليته بات ليله كامله حتى ما بقاش فيه الماء. عاد بديت نطحنه كما راكم تلاحظوا. هنايا انا غادي نطحن ونبقى ندير في واحد طاسه ولا ديروا باسينه ولا قسموه في شي طويسات نتوما والطريقه ديال التخزين ديالكم. كما قلت لكم انا راني نهز القزبر راني نهزت معاه حتى المعدنوس باش يتخلط لي في الطحين. كما قلت لكم ما درتش القزبر بوحدو. اللي يبغي الطريقه نتاع القزبر بوحدو والمعدنوس بوحدو غادي ديروا القزبر طحنوه بوحدو والمعدنوس بوحدو، كل واحد ديروه في طاسته. انا خلطت هذا كندسو غير الطياب. انا الحريره كندير فيها القزبر والمعدنوس والكرافس جداد، ما كنديرش هاد المثلجه البنات. وهذا ديال هذا نخليها سبيسيال غير الطياب باش ما نعقش. اخت واخا نبغي القزبر والمعدنوس عاد تجبدي وتقطعي، ولا خليتوه غير لتحت في الثلاجه راه كيخسر البنات. لما نشفتوش مزيان ودرتو له واحد بابي كويزين ودرتوه في بلاستيكه كيخسر. انا المهم هذه هي الطريقه المعتمده ديالي. كنشري كميه كثيره وكنديرو في كونجيلاتور كيقرب يكمل لي ثاني نشري البنات ونتهنى. من الصداع ديال القزبر عاد نبقى نقطع ولا ندور على القزبر ما نلقاش. وهذه مع
بعض المرات يفوت مول القزبر، بعض المرات ما يفوتش. لهذا البنات هذا راه ديال الجنان، عاش كتشوفوه هكا خضر وجديد زوين، راه ديال الجنان كما شفتوا. وهنايا كما قلت لكم انا غادي واحد النص نديروه في الكونجيلاتور، واحد النص اخر غادي نرقدو في الزيت البلديه ونخليه غير عندي في الثلاجه لتحت. من نبغي هكا القزبر والمعدنوس طري نجبد. هاد الطريقه حتى هي ديال الزيت البنات كتجي زوينه. كاين اللي طحنوا مع الملحه، انا ما كنديرش الملحه، كندير غير هاد الطريقه. غادي نخوي واحد شويه ديال الزيت البلديه لتحت، ما عندكمش ديروا غير الزيت الروميه. وغادي نعمر القريعه. بطبيعه الحال القرعه البنات خصكم تكونوا غاسلينها مزيان وماسحينها من الماء، تكون بحال اللي معقمه باش ما يخسر لكمش داك القزبر والمعدنوس. كما راكم تلاحظوا انا غادي نعمر ديك القريعه، نعمرها مزيان، ما تخليوش فيها الهواء. حاولوا من تعمروا داك القزبر والمعدنوس تحاولوا تبسطوا داك القزبر والمعدنوس بديك سباتيل ولا. انا كما راكم تشوفوا انا غادي نعمرها مزيان كما راكم تلاحظوا حتى نعمرها. وغادي نضيف لها من الفوق ثاني واحد شويه ديال الزيت البلديه كما راكم تشوفوا هنايا، غير واحد شويه على حسب واحد 3 معالق ولا، باش ما يضيعناش ديك القزبر والمعدنوس. وغادي ندير لها واحد السير فريزي او بلاستيك غذائي، نزيرها مزيان باش ما يدخلهاش الهواء. وغادي نبلع عفوا القريعه ديالي ونديرها غير في الباب تاع الثلاجه. كي نكون باغيه القزبر والمعدنوس طري بلا ما نجبد داك المثلج، نجبد غير هذا. ولا كنت باغيها غير الطياب ولا شي حاجه داخل الشرموله تاع الدجاج ولا الحوت، كيعجبني القزبر طري. هنا راني نوريكم، انا راه كيقرب يكمل لي راني شريت ووجدت. شوفوا هنايا راه عاد عندي البنات، لكن انا كي قرب يكمل ما كنخليش حتى يكمل لي، كنصايب. هنا البنات غادي ندوزو باش نصاوبوا الغديوه ديالنا اللي هي الطويجين بالسردين ديال عفوا بالحوت او السردين. غادي نديرهم كويرات. هنايا الحوت او السردين شريتوه البارح البنات، اللي غسلته وطحنته مع شويه ديال القزبر والمعدنوس وواحد البصيله، واحد الطريقه تاع القرفه، وواحد شويه ديال البزار، ولا عندكم حتى العطريه ديال الحوت ديروها. ودرت شويه ديال التحميره. المهم هادو هما الحويجات اللي درتهم، واحد شويه ديال الهريسه وبيتها البنات. مشات من هذيك الريحه، لحكيتو البصله في الكفته ديال الحوت البنات، ودرتو شويه ديال القرفه كتجي رائعه، ما يجيش كاع فيه الريحه تاع الحوت، وتجي بحال راكو دايرين الكفته ديال اللحم. جربوا هذه الطريقه. كنت غادي نشارك معكم الطريقه، لكن البنات راني حاطه واحد الفيديو ديال الحوت كواري في واحد الفيديو هذه شحال كنت درته، ما بغيتش نشارك معكم، قلت البنات كاع راهم يعرفوا الطريقه ديال الحوت. هنايا كما شفتوا شديت الطويجين ديالي، درت واحد شويه الزيت من التحت، بديت بالزويته، قطعت البطاطا دوائر. راكم عارفين انايا اي حاجه كندخل فيها البطاطا، اللي عندهم الوليدات الصغار غادي يفهموا هذا الشيء تاع البطاطا. درت عليها شويه ديال البزار وواحد شويه ديال الملح، وغادي ناخذ واحد 2 مطيشات كبار البنات اللي غادي نحكهم في الحكاكه. تقدروا تزيدوا حتى واحد المعلقه صغيره تاع مطيشه ديال الحك، انا ما زدتهاش، نتوما تقدروا تزيدوها باش يكون داك الطويجين يجيكم معلك. غادي نستف داك مطيشه فوق ديك البطاطا، وغادي نزيد واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس، بما انه راه عاد جديد كما قلت لكم انا عجبني في الحوت يكون جديد. هنا خديت واحد 3 ديال الفصوصه ديال الثوم اللي غادي غير نقطعهم بلا ما يحتاج تمعسوهم، لان راكم عارفين الحوت كيبغي الثومه. قطعتهم غير هكا دوائر رقاق. وغادي ندير ديك الكفيته ديالي كما راكم تلاحظوا البنات، غادي نديرها كويورات صغار. البنات اللي يبغيو يزيدوا الروز، انا ما كتعجبنيش هاد الكواري نتاع الحوت هكا، ما يعجبونيش انا بالروز. كاين اللي كيدير الروز. المهم نتوما الا بغيتو ديروا الروز زيدوا واحد شويه ديال الروز فيهم وديروهم. انا يعجبوني هكا كما قلت لكم، كنحك فيها غير البصله والقرفه وشويه ديال البزار، وتا الثوم ما كنديروش. من درت البصله كنستغنى على الثومه، البصله كافيه البنات حتى هي راه بحال الثوم. وكندير شويه ديال القزبر والمعدنوس كما قلت لكم، شويه ديال التحميره، وبغيتو تزيدوا شويه ديال الهريسه تزيدوها. انا كما قلت لكم راني دايره في الكفته الهريسه، انا الهريسه راني دايرها في الكفته وكتافيت، ما بغيتش نديرها في الطاجين. هنا بعد ما ستفت الكويرات غادي نزيد واحد 2 ديال الحارات، غادي نستفهم هكا من الفوق، ونزيد واحد شويه ديال الحامض المصير. وهنايا كما شفتوا بقى لي شويه ديال القزبر والمعدنوس في الهاشوار، زدت عليهم الماء ما كان علاش يضيع، وخويتهم في الطاجين ديالي. هنا ما تكثروش الماء البنات في الطاجين، كلشي درتو بارد في بارد. غادي نرد الطاجين ديالي على البوطه، وغادي نشعل عليه البوطه ونغطي عليه ونخليه يطيب. هنا بعد ما دخلوا الطياب عريت عليه. هنا راه نسيت التحميره، درك عاد درتها البنات، لا لاحظتوا معايا ديروا شويه التحميره في الاول. وغادي نزيد الزيتون، هذا الزيتون المرقد ديال الدار،
وغادي نغطي عليه ونخليه يطيب مره اخرى غير واحد 5 دقائق. هنا راه صافي راه طايبه البنات، نخليه غير يتجمر حتى يتجمر وغادي نطفي عليه كما قلت لكم. وهنايا غادي نزيد عليه واحد الخويط ديال الزيت البلديه، انا كيعجبني الزيت البلديه كنديرها هكا في التالي. هنا على ما يتجمر لي الطويجين ديالي. الاول الخبز ديالنا اللي قلت لكم البنات، انا هاد الطريقه كنديرها للخبز. انا بعد ما بغيت يبرد مزيان باش ما يتفتت لكمش. الا كان عاد سخون لا بغيتو تخليوه حتى يبات ليله كامله البنات بحال خبز الطوست باش مابقاش من تقطعو يتفتت لكم. انا غادي نقطعو على هاد الطريقه عفوا على شكل فقاس، كيجي البنات رائع. هنايا بعد ما قطعت الكميه اللي راني باغيها تقدروا تقطعوا الخبز ديالكم كامل وديروه في الكونجيلاتور. انا هنايا غادي ندير غير واحد الكميه قليله لحقاش كنبغي بعض المرات نديرو ساندويتشات بعض المرات. المهم غادي نديرو في القلايه الهوائيه وغادي ندخلو يتقرمل. هنا بغيتو ديروا عليهم خويط نتاع الزيت البلديه ديروا، ولا تحكوا عليهم الثومه اللي بغيت الثومه والزيت البلديه ديروا. انا بغيت نخليهم غير هكا طبيعيين. غادي ندخلهم في القلايه ونشعل عليهم النار يتحمروا كيجيو رائعين البنات. البنات اللي دايرين الريجيم، انا كناكل 50 غرام ديال الخبز الصباح، هذا البنات كيجي بنين وكيجي رائع. كنقسمو على جوج كنفطر به. تقدروا كما قلت لكم تفطروا به هكا مع قهوه، ولا تاكلوه في العشيه مع اتاي، ولا ديروه مع السوبه. انا هنايا وجدته باش نديرو مع السوبه لان انا غادي نتعشى بالسوبه. وجدت غير هاد الكميه اللي راكم تشوفوا فيها. انا غادي كما قلت لكم انا هكا هذا راه قسمت ديك الباكيطه على زوج درتو الفطور الصباح. انا مع راني دايره داك الصيام متقطع كنفطر حتى ل 12. انا تا طيبت لوليداتي الغداء وعجنت وكملت راه هنايا تقريبا 12. وجدت فطوري كما شفتوا. درت هنايا داك الباكيط اللي قسمته اللي طيبته درت قسمتها على زوج. قليت واحد البيضه درتها فيها ودرت واحد شويه ديال بودور الشيا، ودرت واحد الفريميجه وواحد التمره واحد نص لافوكا. المهم هذا هو الفطور ديالي. وغادي نزيد هنايا قهوه كحله. انا ماشي دايما ندير قهوه كحله، مره نديرها بالحليب مره ندير اتاي مسوس. المهم كل مره واش ندير. القهوه ديالي ها هي راه واجده كما راكم تشوفوا. هذا هو فطوري، تميره فريميجه نص لافوكا واحد البيضه مقليه قلت لكم اللي درت عليها شويه ديال بودور الشيا ونص ديال داك الخبز. هنايا غير فطرت وكملت. الغدا تاني راه واجده البنات، غادي نحط لهم يتغداو. شوفوا على تعليكه جا فيه والتجميره البنات جا رائع. تبعوا ديك الطريقه اللي قلت لكم وغادي يجي. هنايا غادي نحط لهم يتغداو. قلت لكم صافي راه الطاجين واجد. انا غادي لهم يتغداو. هنايا دزت واش صاوبت لهم واحد الكيكه. هاد الكيكه مبغيتش نعاودها معكم البنات، راه هذيك الكيكه اللي درتها في الفيديو السابق اللي ما فيهاش البيض اللي درتها مع البسبوسه، غير انا بدلت ما درتهاش مربعه او في مول طويل درتها مدوره. غير الصلصه اللي بدلتها صلصه الشوكولات. هنايا كما راكم تشوفوا هنايا صلصه الشوكولات درت فيها واحد كاس ديال الماء، ودرت واحد الساشي ديال الكاكاو المر، ودرت 3 تاع المعالق كبار ديال السكر سنيده، وواحد المعلقه ديال النشا. المهم غادي نخلي لكم الطريقه ديال هاد الصلصه في صندوق الوصف، غادي نخليها لكم مكتوبه. كتجي البنات هاد الصلصه كتجي رائعه، كتجي بحال راكو دايرين فيها شي لابريونس ولا المهم كتعطي واحد اللمعه رائعه. مهم نتمنى تجربوها كتجي زوينه. هذه ما درتهاش معكم في الفيديو الاخر لكن درتها في هذا الفيديو جات رائعه البنات. وهنا ما تنساوش تقبوا الكيكه ديالكم باش تشرب لكم ديك الصلصه. هنا كما راكم تشوفوا راني دايره شباك باش ما نضيعش ديك الشوكولات اللي تبقى غادي نجمعها وندسها. هنا راه ما فيهاش الحليب، تخافوا ديك الشوكولات ديروها في الثلاجه وتخافوا تخسر لكم، لا ديك ديال اللي فيها الحليب هي اللي تخسر. هذه من فيها الماء البنات ما تخسر ما حتى شي حاجه. كما قلت لكم انا غادي هكا ندور الكيكه للبلاصه اللي تجيني خاويه غادي نحاول باش نغطيها. وديك الصلصه اللي قلت لكم هودت لي في الطبسيل غادي نجمعها البنات. انا ما غاديش نلوحها. هنا بعد ما بردت لي شويه الشكلاط غير شويه تشد راسها ما تخليوهاش تجمد. انا غادي ندردر عليها واحد شويه ديال هذا لوز البنات كان عندي في كونجيلاتور، لوز مهرمش اللي مسلوق ومنقي مفسخ ومقلي في الزيت. غادي ندردر عليها. نتوما تقدروا ديروا لها كاوكاو او ديروا لها الكوك، المهم اي حاجه عندكم، ولا ديك الشوكولاط فيرميسيل حتى هي كتجي معاها زوينه. انا كان عندي اللوز كان عندي واجد جبدته درته. المهم كيكه البنات هذه هي البنات بلا كتجي رائعه البنات. راني شاركتها معكم وحتى هذه البنات من انا بغاوها ولادي واقتصاديه ما فيهاش البيض.
والله الا كل مره راني نديرها لهم ما تكمل شي وحده. راكو عارفين مع البيض راه غالي وهادي. والصلصه البنات ديك اللي بقات لي في الطبسيل هاني جمعتها وغادي ندير بها حاجه اخرى كما قلت لكم. ديروا صفايه وطبسيل باش ما تضيعوهاش. كتجي رائعه البنات واقتصاديه كما قلت لكم. غادي نخليها مانيش عاقله مزيان، المهم غادي نكتبها لكم في صندوق الوصفات. الصلصه زينوا بها لي طارت ولا شي حلوه ولا تلصقوا بها الصابلي كتجي رائعه. وهنا البنات غادي نقطعها معكم. هنا راه عاد سخونه ما خليتهاش تبرد. هذا هو لافوت اللي درت. بقات تلصق لي الموس فيها. لهذا البنات خليوها حتى تبرد مزيان ولا ديروا الموس ديالكم في الماء سخون. انا تالي عاد بقيت نديرها في الماء سخون وعاد نقطع 2 خطرات وبقات تلصق لي. راكم عارفين مع راها عاد سخونه التقطاع ديالها. شوفوا بقات المهم بقات تلصق لي في الموس. لهذا ننصحكم خليوها حتى تبرد. انا تالي ورديت البال بقيت ندير الموس في الماء سخون عاد ما بقاتش تلصق لي. كما قلت لكم البنات كتجي رائعه اقتصاديه ما فيهاش البيض، كتجي غير بالماء، ما فيها لا حليب لا ياغورت لا حتى شي حاجه البنات. المهم نتمنى تعجبكم وحتى نتوما تجربوها. كما قلت لكم انا راني كل خطره كنديرها من جاياني هكا اقتصاديه وسهله. غير ديك المره كما قلت لكم درتها في مول مربع وهذا مدور، وانتم اي مول عندكم تقدروا ديروها. الكيكه ديالنا ها هي البنات. كما قلت لكم خليتها لهم باش يديروا الكوتي وانا غادي نوجد العشاء ديالي اللي غادي ندير خبز الطاكوس او خبز الطورتيلا بالقمح الكامل. كما قلت لكم هما كندير لهم ماكلتهم وانا كندير ماكلتي. المهم مين كون نطيب لهم شي حاجه كنطيب حتى ليا باش ما نعكش، ماشي تا نطيب لهم هما ونولي نطيب ليا نبقى نطيب دقه وحده. ندير لهم هما ماكلتهم وانا ماكلتي. هنايا خديت المهم ما نقول العبار ما شديتوش نيشان. خديت تقريبا واحد الزلافه ديال دقيق القمح الكامل اللي غربلوها البنات، حيدوا منه النخاله، زدت فيه شويه ديال الملحه شويه ديال الزيت البلديه وواحد نص خماره ديال الحلوه. وغادي نعجنو في العجانه حقاش كيبغي يدليك. انا ما نقدر نعجن يدي راه توجعني. غادي ندلكو في العجانه كما شفتوا دلكوه مزيان البنات وخليوه شويه قاصح ما ديروش جاري. هذا هو القوام. المهم انا غادي ندير الطحين ما ديروش النخاله. هنايا غادي ندير له الطحين اللي غربلته داك ديال دقيق القمح وغادي نفرش له داك الدقيق ونقرصوه البنات. انا قطعته انا نص درتهم خبز طورتيلا شويه كبار ونص درتو صغير. المهم دوك الدوائر نص درتو صغير اللي غادي نديرو على شكل طاكوس درتو انايا شويه كبار. ودوك اللي غادي هكا بعض المرات نبغي نفطر بالبيض مقلي وهادي كنبغي ندير فيهم البيض درتهم صغار. المهم نص درتو صغير والنص كبير. كما شفتوا غادي تستعنوا بالدقيق وتورقوها باش ما تلصق لكمش. كما شفتوا راني ورقتهم وخديت واحد المقله البنات او مقله ثقيله. انا درت غير هذه نتاع الطيفال اللي خليوها تسخن مزيان. ديروا فيها داك خبز الطورتيلا ديالكم غير يشد راسو تشوفوا دار بواوق تبديو تقلبوا فيه. هنايا كما راكم تشوفوا هنا اللي طابت خصكم ديروها في واحد الفوطه وتغطيوها ولا ديروا لها بلاستيكه باش ما يبس لكمش ويبقى يتهرس لكم. انا كما قلت لكم درت النص صغير والنص كبير. هذا هو الخبز ديالي انايا اللي قلت لكم غادي نبقى نفطر به ونتغدى به. كما قلت لكم هنا غادي نخليه يبرد وغطيوه البنات ما تخليوهش عريان. غادي نقسموه في شكيرات وغادي نديروه في الكونجيلاتور. من بغيو هكا طاكوس ولا واخا البنات دايره الريجيم كان نتشى هكا شي حاجه نديرها وهذه. لكن الطاكوس ما كنديروش البنات بالفرماج وندير فيها هكا حوايج ميدمين. دونك غادي نشارك معكم راني درت واحد وغادي نشاركه معكم باش تشوفوا البنات اللي باغي الريجيم. هذا هو الطاكوس البنات اللي درتو غير بخيزويه. درت الطون درت السلطه درت مطيشه درتو غير بالخضره البنات صحي 100% كما راكم تشوفوا فيه. هنا تقدروا ديروا حتى الدجاج لكن قلعوا غير الفرماج والمايونيز وهذه ما لحقاش ما نقدروش ناكلوهم في الريجيم. كما قلت لكم هنايا العشاء ديالي هذاك الغداء البنات وهذا العشاء ديالي اللي قلت لكم داك الخبيز ديالي. شوفوا البنات جا مقرمل جا رائع. انا كاع كلاوه لي ولادي كيعجبهم. هنا تقدروا ترطبوه اللي ما يقدرلوش هكاك قاصح تقدروا ترطبوه في السوبه وتاكلوه ولا كتفوتوه مع السوبه. غير جربوها البنات كيجي رائع. نتمنى هاد لا فيديو يكون عجبكم. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو كنقول لكم بسلامه عليكم وتصبحوا على خير الى فيديو اخر ان شاء الله.